انت هايبريد، يعني هجين ما بين موتور بنزين وموتور كهرباء. تعال، الموتور الكهرباء بيزود العزم والقوه بتاع الموتور البنزين، وفي نفس الوقت الموتور الكهرباء بيقلل استهلاك الموتور البنزين. ده لان العربيه طول ما هي ماشيه لحد سرعه 60 بتبقى كهرباء، ودي السرعات القليله اصلا اللي انت في الزحمه وفي المشاوير الضيقه بتستخدم عليها استهلاك عالي من البنزين. زائد ان انت بتشحنش الموتور الكهرباء، لان طول ما العربيه ماشيه على البنزين بيشحن اوتوماتيك الموتور الكهرباء. ومن انجح المواتير الهايبريد الموتور ال 1600 تيربو بتاع كيا وهيونداي، بيطلع 240 حصان وبيطلع 350 نيوتن متر، والاستهلاك بتاعه 1100 كيلو للتفويله. والدليل على كده ان هم استخدموه على كذا سنه على اكتر من موديل، زي سبورتاج هايبريد وتوسان هايبريد وكيا نيرو هايبريد وهيونداي ستيريا هايبريد وكيا كارنيفال. والنهارده هنتفرج عليه مع جوله تفاصيل داخل كيا سورنتو 2024 تعديل القبطان، وهنعرف الفرق ما بينها وما بين الموتور ال 2500 سي سي اللي فرق التسارع ما بينهم ولا حاجه. هنعمل المقارنه دي لما نطلع نجرب العربيه.